مع الناس معاه في جاسم اللي هو صاحب الشركه. شركه شامبيون انت عارفه طبعا. طبعا جاسم. فهو شخصيه كويسه جدا شخصيه محترمه. محترمه جدا وبيحب الزمالك قوي. قوي. فهو الراجل عامل الموضوع ده عشان خاطرنا خاطر نادي الزمالك. تمام. واصر ان هو يعمل معسكر لما عرف ان الزمالك مضغوط ولازم يبقى في معسكر يتعمل، وطبعا عشان يقلل التكاليف على النادي وكده. تمام. فهو دلوقتي والاستاذ طبعا انت عارف كابتن عبد الفتاح اسماعيل. طبعا. وخالد عرفه الناس دي برضه بيحاولوا قلبين يعني ضاغطين جامد جدا عشان اللي خلصوا موضوع الفيز. وانا لسه قافل معاهم وان شاء الله هيبعتوا جواب دلوقتي، يعني قال لي اديني مثلا يعني ممكن يا كابتن على يوم الحد كده ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا بنحاول ان هم يبعتوا النهارده. يبعتوا النهارده الفيز عشان نلحق الماتش بتاع بريمن، لان بريمن مرتبطين بميعاد مع سفر فيرد بريمن لالمانيا تاني. فيردر بريمن عشان خاطر الماتش المفروض كان يوم 8. تمام. وان شاء الله النهارده جه الجواب بتاع الفيز كله تمام. هيحصل ان احنا نسافر نحاول نشوف طيران بالليل ان شاء الله بكره. ان شاء الله باذن الله. طب كابتن ابراهيم، عمرو زكي مختفي تماما صح؟ لغايه دلوقتي مختفي؟ مختفي تماما. يعني ما تعرفوش هو في مصر ولا جوه ولا بره ولا اي حاجه؟ ولا حاجه خالص. واي حد يقول لك غير كده خالد يبقى الناس دي مش يبقى مش صادق. قافل موبايلاته؟ قافل موبايلاته وما بيتصلش باي حد من الجهاز ولا بالاداره. عشان نقطه عايز اوضحها، موضوع الاداره والحاجات دي او الجهاز ما حصلش حد اتصل بيها خالص نهائي. يعني انا بالذات بالنسبه لي ان في ناس برضه كتبوا على لسانهم ان اتصل بابراهيم حسن او بالاداره. انا بنسى موضوع الاداره وبنسى موضوع ان اتصل بيا او بالجهاز. احمد حسام ميدو يمكن كان طلع كلام ان هو عايز يمشي بعد ما جاله نادي بيرمنجهام، ولكن على حد علمي باتصال شخصي قال لا ان هو مش عايز يمشي. صحه الكلام ده؟ ما حصلش. ميدو لسه حتى احنا خارج من النادي دلوقتي بعد التمرين. ميدو ما فيش حاجه خالص ولا اتكلم معانا في اي موضوع. وانا وحسام وما كانش حتى لازم امام كان موجود، ما اتكلمش في حاجه خالص في المواضيع دي. والمواضيع دي مالهاش اي اساس من الصحه. عايز اقول لك يعني حتى في موقع كتب قال لك ميدو بيشتكي من معامله التوأم. يعني انا عارف انتوا بتعاملوه يعني احسن معامله في العالم، مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين. مش عارف. انا حتى الموضوع ده بقول لميدو، حد قال الموضوع ده فبقول له ده كاتبين كذا ان احنا بنعاملك وحش ولا حاجه. قعدنا نضحك يعني. قلت انا طب كونيه ابو كونيه موضوع اتقفل خلاص؟ لا، في حاجه كويسه ان شاء الله. يعني في الموضوع ان شاء الله يعني في خير اليومين الجايين دول. هنسمع سمع خير باذن الله على موضوع ابو كونيه. شكرا كابتن ابراهيم حسن المنسق العام لنادي الزمالك.